النهاردة عملنا أحلى وأنضف كبدة في البيت تستاهل قلبك يا صديقي الغالي يوسف. نحط له بقى كده شوية الطحينة كويسين، ما لازم نروق عليه برضه. تمام، نيجي بقى لنص الليمونة الجميلة بقى. أيوة يا ابني، اعصر بقى غرق السندوتش. يلا يا ابني حط لي حبة كويسين. ويلا بينا كده. يا سلام يا سلام على الريحة ولا على الطعم. يلا بألف أنا على قلبك يا صديقي. احلى مسا عليكم يا اغلى الغاليين. معانا ومعاكم النهارده طريقه عمل الكبده الاسكندراني. اكله سهله جدا جدا وهنعملها في البيت وفي 10 دقايق بس. يلا بينا. يلا بينا. اول حاجة نجيب ربع كيلو كبدة ونقطعه شرايح عريضة زي اللي باينة في الفيديو. تمام، والكبدة يا جماعة بتاعتنا تكون مجمدة شوية، يعني تكون محطوطة في الفريزر لمدة مثلا حوالي ساعة بالظبط او نص ساعة. تجمد معانا شوية بس عشان خاطر يكون التقطيع بتاعها سهل. تمام زي الفل. هنيجي بقى يا باشا، وبعد ما قطعنا الشرايح الكبدة العريضة بتاعتنا هنمسك كل شريحة عريضة وهنقطعها بالظبط زي صوابع البطاطس. بس كده. وهو ده الحجم اللي احنا عايزينه. شايفين الحجم بتاعه بالنسبة لإيدي؟ بس وممكن مثلا يكون الصورة الجاية هتلاقي الموضوع أوضح شوية. تمام، هذا هو يا جماعة ده الحجم اللي احنا عايزينه. احنا عايزين الحجم ده عشان خاطر يكون الكبدة فيها لحم، وعشان خاطر في نفس الوقت ما تكونش رفيعة وما فيهاش لحم. تمام، فانتوا يا جماعة اعملوها في السمك ده تقريبا نفس السمك اللي انا عامله في الفيديو بالظبط. امشوا على الخطوات دي وما تقلقوش خالص. بس كده، ونروح بقى نعمل دقتنا الجميلة اللي هتغنينا خالص على ان احنا نغسل الكبدة. خلي بالكوا يا جماعة، الكبدة ما بتتغسلش نهائي. تمام، الكبدة ما بتتغسلش نهائي، دي انا بقول مرة كمان. بس التتبيلة بتاعتنا دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 ل 4 فصوص توم مهروس. تمام، معاهم معلقة صغيرة مليانة ملح. تمام، معاهم نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة. تمام، وطبعا يا باشا ما ننساش ايه، ما ننساش يا باشا نص معلقة الشطة الجميلة بتاعتنا. وطبعا الشطة حسب الرغبة، كل واحد على حسب بقى. ونحط بقى عصير ليمونة كاملة. وبعد كده نحط عليهم معلقتين كبار خل، نحط عليهم معلقتين كبار خل. بس ونقلب بقى الخليط الجميل بتاعنا ده. وهتلاقوا اصلا الريحة بتاعته فايحة لوحديها، هتلاقوها اجمل من الجمال كله. كل اللي هنعمله بقى نجيب ايه، نجيب كبدتنا الجميلة اللي احنا قطعناها. ننزل عليها بالتتبيلة اللي زي العسل اللي احنا عملناها دي. تمام، وبعد كده بقى نبتدي نقلب الكبدة بتاعتنا كويس جدا في التتبيلة لغاية لما تبقى معانا بالمنظر الجميل جدا 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 ده. كده يا جماعة احنا خلصنا خلاص الشغل الصعب خالص. تمام، ودخلنا خلاص على الشغل اللي اسهل منه بكتير، وهو سوى الكبدة. هتقولي السوى اسهل بكتير من التحضير؟ هقول لك اه طبعا. ده سوى الكبدة اصلا ما بياخدش كله على بعضيه غير 10 دقايق بس. يلا بينا يلا بينا. هنروح يا باشا على حلة كبيرة على النار. هنحط فيها من 3 ل 5 معالق كبار زيت، من 3 ل 5 معالق كبار زيت. تمام، دول هيكونوا كفاية قوي على الربع كيلو، هيكونوا زي العسل. تمام، ليه كمية الزيت دي؟ عشان خاطر انا الحلة عندي كبيرة، وعشان خاطر الكبدة ما ينفعش تتحط فوق بعضها، لازم تبقى كلها مفردة. يعني ايه؟ يعني مثلا اول حاجة بس يا جماعة ما تنسوش معلش، الزيت لازم يقدح. الزيت لازم يقدح، يكون سخن جدا 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 قبل ما نحط الكبدة بتاعتنا. حطينا الكبدة بتاعتنا زي الفل، نبتدي بقى نعمل ايه؟ نوزع الكبدة بتاعتنا بحيث ان ما يبقاش فيه كبدة فوق بعضها، يعني كل كبدة تبقى ملامسة للحلة. تمام، وخلي بالكم يا جماعه احنا هنا ما بنقلبش، احنا هنا بنوزع بس. تمام، احنا هنا ما بنقلبش على النار. بنسيب الكبده كده لوحدها بعد ما وزعناها على الحله، نسيبها على النار لمده 3 4 دقايق بالظبط. هنلاقيها ابتدت تاخد احلى وش معانا. تمام، خدت معانا اول وش هنلاقيها. وبعد كده بقى نعمل ايه؟ وبعد كده بقى نبتدي نقلب فيها براحتنا بعد 3 4 دقايق. هنلاقيها ما فيهاش اي مقاومة ولا اي حاجة. طب ليه ما بنقلبش من بدري؟ عشان خاطر بس الكبدة نفسها اول لما بتنزل زي ما تقولوا كده بيحصل المية اللي في الكبدة بتلزق في الزيت اللي في الحلة، فبالتالي ما بينفعش تتقلب عشان خاطر بتتهري. فلازم الكبدة في الاول تحمر عشان خاطر تقدر تقلبها براحتك في الحلة. بس واديك اهو يا جماعة شايفين الجمال والحلاوة دي. هنبتدي بقى نحط الفلفل الجميل بتاعنا. الفلفل ده يا باشا بيكون حجم الفلفل بالظبط قد حجم الكبدة. تمام، يعني انت لو عندك ربع كيلو كبدة هياخد كمية ربع كيلو فلفل. تمام، هنيجي بقى يا باشا ونقلبهم مع بعضيهم ونسيبهم بالظبط 5 دقايق على النار. 5 دقايق على النار وهتشوفوا أحلى كبدة وأحلى ريحة وأحلى حاجة قلب المكان كله موجودة عندكم في البيت، وفي 10 دقايق بس. مفيش أجمل ولا أحسن ولا أسرع ولا أأمن ولا أحلى من كده.
نيجي بقى يا باشا للطبق بتاعنا الجميل وطبق الطحينة اللي احنا عملناه امبارح، تمام، اللي سخنا بيه الفيديو ده. نيجي بقى يا باشا على طبق الكبدة. يلا بينا يا ابني، يلا بينا يا ابني، اغرف لي بقى المركب الجميل بتاعنا. يلا يا ابني اغرف لي، يلا يا عم، جوعنا خلاص. جوعنا يا عم، ويوسف جاع وجاب اخره خلاص. يلا يا عم، ادينا اهو حطينا الكبدة الجميلة بتاعتنا. يلا بينا بقى نروح على الطحينة اللي زي العسل اللي عملناها امبارح. يلا يا ابني حط يا ابني شوية كويسين. يلا واحدة كمان، واحدة كمان، بس زي الفل كده. نيجي بقى لنص الليمونة الجميل بتاعنا ونعصره على سندوتش، وبأحلى هنا وشفا على قلبك يا صديقي يوسف. يلا سلام.